الثلاث كلمات اللي ظهروا على الشاشة دول من أكثر الكلمات اللي ممكن تلخبطك وأنت بتتعلم لغة إنجليزية، لأن في كلمتين منهم زي بعض في النطق بالظبط، هم مختلفين بس عن بعض في السبيلنج أو في الحروف، والكلمة الثالثة هي شبههم شوية في الحروف بس مختلفة عنهم في النطق. هنطقهم من فوق لتحت وهشرح كمان معانيهم الأساسية. أول كلمة هي sweet، والتانية sweet برضو، والتالتة suit. suit. تعال نبتدي بأول واحدة فيهم وهي sweet. sweet ممكن تيجي كاسم بمعنى الحلوى أو الحلويات as a noun. فممكن أقول لك I don't eat a lot of sweet. أنا ما باكلش حلوى كتير أو حلويات كتير، وهو اسم لا يعد. I don't eat a lot of sweet. sweet كمان ممكن تيجي كصفة بمعنى حاجة حلوة أو حلو المذاق أو الطعم. يعني أنا مثلا لما أقول لك this apple، التفاحة دي is so sweet، يعني مسكرة جدا. this apple is so sweet. بس مش بس مع الأكل، أنا ممكن أقول لك you're so sweet، يعني أنت عسل كده. Okay, you're so sweet. أو مثلا thanks for your sweet words. Thanks for your sweet words، يعني شكرا على كلامك الحلو المذوق الجميل. اوكي، دي sweet. تاني واحدة معانا وهي نفس النطق sweet. sweet ليها معنى، ليها أكثر من معنى. هشرح لك المعنى الأساسي بتاعها وهو جناح في فندق، يعني كذا غرفة في بعض كده. فممكن أقول لك بالإنجلش I'd like to book a suite، يعني أنا عاوز أحجز جناح في غرفة. اوكي، جناح في فندق يعني كذا غرفة أو أوضة كبيرة جدا وبتبقى فيها رفاهية. I'd like to book a suite. ثالث واحدة معانا بقى وهي suit. suit ممكن تيجي كناون كاسم بمعنى بدلة. البدلة بالذات اللي بنلبسها في الفرح أو wedding suit، تمام، اللي هي بدلة الأفراح. وممكن ما تبقاش بدلة أفراح، ممكن تبقى مثلا أي طقم كامل بنستخدمه في الشغل، زي مثلا space suit اللي هي البدلة بتاعت رواد الفضاء. suit كمان ممكن تيجي كفعل as a verb بمعنى يناسب أو يلائم. يعني لما أقول لك مثلا the black color suits you، يعني اللون الأسود يلائمك. أو the black color doesn't suit you. The black color doesn't suit you، أو اللون الأسود لا يلائمك. أوكي، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل شير ولايك. سلام.